السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. رجعتكم فيديو جديد ورجعتكم بهذا البلاطو ديال الحلوى ديال بدون فرن، كتجي رائعه بمذاقات مختلفه. ان شاء الله هي تعجبكم. بلا ما نطول عليكم دوزوا المقادير طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ديال الحلوى الاولى اللي كتخرج كميه تبارك الله كبيره، غنحتاجو 180 غرام ديال البسكويت ماليه. انا استعملت باكيه هذه فيها 180 غرام. غنحتاج 150 غرام ديال معجون التمر، 100 غرام ديال الكركاع، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو ولا باللوز ولا اللي بغيتو، معلقه كبيره ديال الزبده بحال هاد الغرفه. عندي هنايا نحتاج 3 معالق ديال الكراميل. غنحتاج 400 غرام ديال الشوكولاط الغامق اللي غنغلف به الحلوى. غنخلط المكونات مع بعضياتهم كاملين وغنضيف الكراميل. غنحتاج تقريبا واحد 3 ونص ديال معالق كبارين ديال الكراميل. بالنسبه للناس اللي متوفرلهمش الكراميل يقدروا يعملوا بنسلي. اللي هو الحليب مركز محلى، ويقدروا اذا كان عندكم الحليب مركز محلى وبغيتوا ترجعوا الكراميل، دائما كنقول لكم تعملوه في الكوكوط، كتغطيوه بالماء وكتخليوه ملي كيبدا يصفر كتحرسوا له ساعه الا ربع وكتخليوه حتى كيبرد وكتفتحوا اللاطه كتجبروه الكراميل. من بعد ما كنحصلوا على هذا الخليط كيبغي يتشكل لنا كنشكلوه بهذا الشكل هذا. انا شكلته هلال، تقدروا تعملوه في ليمول ديال سيليكون، تقدروا تعملوه يعني تكوروه وتعملوه في كويغطات، كيبقى لكم الاختيار. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. بالنسبه اللي بغى تجيكم كل حبه قد اختها تقدروا تعملوا يعني توزنوهم بالميزان. انا هنايا من بعد بديت كنقص ملي كنشوف شي وحده كبيره على اخرى وعيني ميزاني حتى كملتهم تقريبا جاوني كاملين قد. هنا من بعد ما كملت كميه ذوبت الشوكولاته في الميكرووندا ديك 400 غرام، وزدت عليها معلقه ديال الزيت غير باش كتعطينا ديك اللمعه وصافي، وخلطتهم وكنبقى نغطس فيهم ديك نغمس فيهم ديك الحلوى، وكنعملها في ورق فوق ورق الزبده بهذا الشكل هذا. يعني طريقه اللي معروفه اي بحال اللي كنعملوا لاي حلوى. وكنستمروا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. من بعد انا هنايا عملت ورق زبده اخر وعملت فوق منهم ديك الحلوى الزيتون باش ما يبقاش ديك الزائد ديال الشوكولات، باش من بعد ملي تبس ما تجينيش فيها ديك الحاشيه كامله زايده. عملتهم بهذه الطريقه باش جاوني نيشان، يعني ما بقاش ديك الزائد، كان باقي الشوكولات خفيف. من بعد عملت الشوكولات فيرميسيل في النص ديال الحلوى. يعني هذه الطريقه ديال التزيين ديالي، ونتوما كتزينوا كيف ما بغيتوا. انا هنايا عملت كان باقي ما بشيت شوكولات، عملت نص ديال الحلوى بفيرميسيل، وغنعمل شوكولات في بلاستيك. يعني تقدروا تعملوه بوش، انا كانت سالالي لي بوش وعملت غير في بلاستيك، وبقيت كندوز عليهم خطوط ديال ديال الشوكولات وصافي. يعني التزيين دائما كيبقى حسب الذوق. من بعد كنخليوها تبرد باش كيبس داك الشوكولات، وكندوزو نحضروا شكل اخر. بالنسبه للشكل الثاني غنعملوا مذاق ديال اللوتوس اللي غنحتاجو فيه 100 غرام ديال بسكوي ماريا، غنحتاج 75 غرام ديال بسكوي ديال اللوتوس، غنحتاج معلقه كبيره ديال الزبده بحال هاد الغرفه، وغنحتاج تقريبا واحد 2 معالق كبارين ديال زبده ديال اللوتوس. بالنسبه للناس اللي ما توفرتلهمش زبده اللوتوس يكتفيو غير بالبسكوي والزبده العاديه. غنحتاج هاد المول هذا ديال الورده، وغنخدم شكل اخر بنفس الحشوه. نخدم هاد ليمون هادو ديال الشهده بالشوكولات. غنزيد عليهم شويه ديال الشوكولات فيرميسيل ما ذكرتوش مع المقادير. غنخلط بسكوي من بعد ما طحنته مع بعضياتهم، بسكوي ديال لوتوس وبسكوي ماريا، غنزيد عليهم شويه ديال شوكولات فيرميسيل، غنخلطهم. بعد نجمعهم بالزبده، معلقه الزبده العاديه وجوج معالق ديال الزبده ديال اللوتوس.
عفوا غنحتاج 3 ديال المعالق على حسب تتجمع لي يعني تيتجمع لي الخليط مزيان. من بعد غنزيد واحد المعلقه. غنعمل الشكل اللي غنغلفو بالكريمه ديال اللوتوس، غنعملو بهذا المول هذا ديال الورده. من بعد ما كملنا الكميه اللي عندنا ديال هذا المول كندخلوه المجمد واحد 10 دقائق حتى يشبر في راسو مزيان. من بعد عاد كنعملو نزولوهم لي مول وكنعملو لهم كريمه ديال اللوتوس. من بعد كنغلفوهم بكريمه ديال اللوتوس وكندخلوهم للثلاجه من بعد ما كنكملوهم. بالنسبه للشكل الثالث نفس الحشوه ديال اللوتوس هذه كنعمل في ديال المول ديال خليه النحل. غنعمل فيها الشوكولاط الاسود وغنعملو بهذا الشكل هذا، يعني غنعمل كل وحده معلقه صغيره وغنبقى نطلعهم بهذا الشكل بمعلقه حتى كنطلع في الجوانب بهذا الشكل اللي كيبان في الفيديو. وغندخلو للثلاجه حتى كيبرد، سواء في المجمد اولا في الثلاجه العاديه حتى كيجمد داك الشوكولاط. ومن بعد كنعملو ديك الحشوه يعني بحال موضح في الفيديو. ومن بعد ما كنكملو كنغلفوها بالشوكولاط من الفوق بحال هذا الشكل وصافي. كنسويوها معوطه من بعد كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد مزيان، اولا نخليوها فوق اذا كان شي الحراره بزاف كنخليوها فوق سطح العمل حتى كيبرد. حنا عندنا الحراره عندنا في الثلاجه. كنردخوها بهذا الشكل باش كيتشبر الفورمه ديالها معوطه. وبالنسبه للشكل الاخير غنحتاجو 200 غرام ديال اللوز بقشور ديالو محمر في الفران، وغنحتاج هذا الليمون هذا، وغنحتاج 200 غرام ديال الشوكولاط الابيض اللي غندوبو وغنهرمش داك اللوز. وبالنسبه للشوكولاط غنزيد له معلقه صغيره ديال الزيت باش كتعطينا غير ديك اللمعه. كنهرمشو داك اللوز وكنخلطوه مع الشوكولاط. اللي بغى يعمل 100 غرام ديال اللوز و100 غرام ديال رقائق الذره كتجي رائعه ولذيذه بزاف. انا غير ما توفرت لي شي واكتفيت غير باللوز. تقدروا تضاوبوا قياس، تقدروا تعملوا 200 غرام ديال اللوز و200 غرام ديال رقائق الذره و400 غرام ديال الشوكولاط. كتجي رائعه ولذيذه بزاف. تقدروا تهرمشوا اللوز، تقدروا تطحنوه اكثر، كيبقى لكم الاختيار. وكنعملوه في ليمون بهذا الشكل هذا. انا دخلتهم الثلاجه حتى شبروا الفورمه مزيان وبرد مزيان وقصح ديك الشوكولاط. عاد خرجتهم وزولتهم من المول وعملت البقيه ديال الحشوه اللي كانت عندي باش نعمل نفس الفورمه، يعني نفس الزواقه في نفس ليمول. كنبقاو ندخلهم بهذا الشكل باش كيشبروا الفورمه ديالهم مزيان. من بعد ما كيبرد لنا الشوكولاط انا زولت خليه ديال النحل وكنعملها في كويغطات. كتجي على هذا الشكل، كتجي الشكل ديالها رائع صراحه. في ليمون كيجيو متقونين، يعني كيعطي لهم فورمه مزيانه بزاف.
من بعد هنايا غنعمل في شويه ديال كريمه د اللوتوس ذوبتها اللي بقات لي مذوبه، وعملتها هنايا في وسط داك كيبان بحال العسل، يعني عملت الخليه في وسط منها بحال العسل على هذا الشكل. دائما التزيين كيبقى على حسب الذوق، واي مول عندكم كتستعملوه. من بعد ما كنزولوهم ليمون كنعملوهم الكراميل، هادو عملت لهم الكراميل ماشي اللوتوس. صافي كنعملهم بهذا الشكل هذا، وغنقطع كل لوز في النص، وغنعمل غنزوق به. التزيين دائما كيبقى على حسب الذوق. انا عملت كل وحده عملت لها نص ديال اللوز بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للقياس اللي عملت، يعني واخا قياس صغير، خرج لي هذه الكميه هذه، يعني اللي هي كميه معقوله بالنسبه للنهار ديال العيد، يعني كميه تبارك الله كافيه، يعني 24 حبه. حتى هي كنزينوها بنفس الطريقه. وهادو هما الشكلات اللي وجدناهم هانتوما كتشوفوا، يعني الشكل الاولاني تبارك الله راه كيخرج كميه كبيره، وتا هادو تبارك الله راه خرجوا يعني كميه اللي هي بحال قلت لكم بالنسبه لنهار العيد، ولا ماشي غير نهار العيد، راه تبارك الله يعني كميه معقوله، ومقادير اللي هي ماشي كثيره وماشي وغير مكلفه بزاف. وفي نفس الوقت يعني لذيذه، واحد الحلوى اللي كتجي معلكه ورائعه صراحه، كتجي لذيذه بزاف، ومذاقات كيجيو روعه. ديال اللوز كتجي مقرمشه، ديال اللوتوس كتجي مقرمشه، يعني اكثريه اللي فيها اللي مغلفه بالشوكولات كتجي لذيذه بزاف، يعني كتعطي واحد التناغم في المذاقات روعه. ها هما الشكيلات ديالنا من بعد ما وجدوا. كنتمنى الفيديو والوصفه تعجبكم ان شاء الله. بهيدا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. غنخليكم ان شاء الله مع التتمه ديال الفيديو باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي معلكه، واكثر اللي فيها التمر كتجي واحد التعليكه رائعه. والشكل ديال اللوز والشكل الاخر ديال اللوتوس كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف. كنصحكم تجربوهم، ساهلين وفي نفس الوقت كيوجدوا دغيا. نتلاقاكم فيديو مقبل ان شاء الله. كنتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا زر الاعجاب وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.